السلام عليكم. الجنجويد الليله يتمسكوا، الليله يتبلوا، صندوق بتاعت البارة ده اتقفلت، اربع اتجاهات اتقفلت. بارة زق الجنجويد واحد ما طلع من البارة. بارة الليله لما تكل الله غلقوا ذاته مشترك السم الجنجويد، مشترك الدوال حقيقي بتاعت الجنجويد. نازل الليله لما تقوم الليله استلام كميات كثير جدا من الاعطاب بتاعت الجنجويد. والليله استلامات ده حاجات جديده، الاسلحه الجديده جات من دويله بتاعت الشر الخاتين في المخازن داخل البارة الليله يتمسكت. ثاني كمان ما في شنو، ما في عطاء جديد بتجيكم. يا مكوكات اقسم بالله العظيم اي مكوك قايد في الكردفان عامل جري دنقاس، لانه الشغل ده كتمت. الشغل ده انا قاعد نقول لك كتمت، معناته كتمت. الليله الجنجويد داخل مدينه البارة كماشه. كماشه، تعرف الكماشه؟ واحد مثلا رسلناه الى سماء ذات البروج، استلام عطاء بكميات هائله جدا، ورسلوا الفزعه من مدينه بتاعت النهوض على اساس انه يجي يفزع ناس بتاعت البارة. مشتركه اقسم بالله عظيم بلا متكام بل زي البل، رسلوهم الى سماء ذات البروج كلهم يا زول، استلموا عطاء بكميات هائله جدا. والعطاء اللي استلمناهم ده عطاء ده طبعا بحرر كردفان وبدخل جوا دارفور ذات. الحاجه اللي احنا استلمنا منه لانه ده كميات هائله جدا، عربات جديده، اسلحه جديده كده. يا لونكوك رسلناهم الى سماء ذات البروج، حتى الناس القايدين في القلعه هناك الخاتين شنو؟ خاتين الخيم بتاعهم وحاجاتهم الليله يتمتقوا، الليله برضه يتمتقوا، الليله تشتيف داخل البارة وخارج البارة بشنو؟ ب 40 كيلو من البارة الليله يتمتقوا الجنجويد هوي. الليله جري دنقاس، جري زي الجري. اقسم بالله يحيي الله الابطال، القوات المسلحه والمشتركه والقوات دق جوا وقوات وجروب مستر هجوم 77 وجروب جوافه. ناس ماجد شلله والله الليله اشتغلت شغل. الليله شغل مختلف تماما، مختلف. حي الله الابطال القوات المسلحه، وما النصر الا من عند الله. الانتصار ده عمس قائد الامن للقوات المسلحه وقت الزهر مع فريق اول ياسر القطع. قال شنو؟ طبعا انتوا ما تفهموا الخطابات بتاعت القائد الامن للقوات المسلحه، بيجيب كنايات طبعا. قال لك نحن كل ما نتلمى في مناسبات زي ده هو وياسر الأتى، قال لك شنو؟ بعض مباشرة بتجي أفراح. كلام واضح طبعا. بعض مباشرة بتجي شنو؟ حاجة تفرحنا. بعض مباشرة بتجي زحف، والزحف بدأت من أمس إشارة الضم. طوال الزحف كده بدأت الليلة اتمتكت الجنجويد واتفتكت الجنجويد. المفتاح الحقيقي بتاعت الانتصارات بتاعت القوات المسلحه او التقدم بتاعت القوات المسلحه في يد القائد الامن للقوات المسلحه. هنا لما نطلع هنا ونناشد القائد الامن للقوات المسلحه على اساس انه يفك اللجام، نحن عارفين تماما مفتاح بتاع التقدم القوات في يد القائد الامن للقوات المسلحه. قائد الامن للقوات المسلحه برهان. نحن دايرين الكردفان ده يتندف في شهر رمضان ده، شهر رمضان ده نحن دايرين الكردفان ده يتندف. نحن دايرين بعد العيد نبدا خطوه النهائيه، الخطوه تحرير الدارفور الكبرى. خطوه تحرير الدارفور الكبرى من يوم اول يوم في العيد نحن دايرين نخط قرآن ده، نحن دايرين نلقى القوات المسلحه وجميع القوات المسانده للقوات المسلحه داخل دارفور. ده نحن الحاجه الدايرينه. قائد الامن للقوات المسلحه، انت الباقي لك شنو؟ طريق بتاعت الصادرات، طريق بتاعت الصادرات وال40 طريق 40 القديم اللي بتحصل شنو؟ فيها جبرة الشيخ، حمرة الشيخ، عندك الصودري، عندك ام جوزين، عندك الى ما تمشي تخش منطقه بتاعت الكومه. ده ما بيستغرق فتره زمنيه طويله لانه منطقه مكشوفه تماما، لانه لما تلز المسيرات الاستراتيجيه والمسيرات الاستكشافيه باعتباره الطريق بتكون واضح بالنسبه لك، والابطال ديل قادرين على اساس انه شنو؟ يحرروا المنطقه ده ويخشوا منطقه بتاعت النهوض مباشره. ثاني بيكون في شنو؟ ما في حاجه نهائيا على اساس انه نحن نسل داخل دارفور، نحن نسل داخل دارفور. ده خطوتين فقط. الخطوتين دي نحن محتاجين من القائد الامن للقوات المسلحه يفك اللجام. فك اللجام يا زول. نحن اقسم بالله انتظرنا فتره زمنيه طويل جدا، 6 شهور 7 شهور، تجوا تحرروا لنا منطقه واحد وتقيفوا. لا لا لا، الفورمال ده ما بتقيف. الفورمال ده نحن ما دايرين انه يقيف نهائيا. ابطال ديل قادرين، الابطال الليله انا كشفت عليهم، الابطال الليله متكيفين من البلو والفتك والمتك الانكوكات ده. الناس ديل قادرين على اساس انه يحرروا كردفان في ليله واحد، وقادرين على اساس انه يدق شنو؟ كرام ده داخل دارفور
في ليلتين فقط. الليله الاولى تشتيف الكردفان، الليله الثانيه داخل دارفور قادرين عليه يا قائد الامن. كوي الليله انتم كلكم عارفين تماما الدويله القاعد بتمول الجنجويد الا هو ذاته مزنوق. ده فرصه كبيره جدا على اساس انه انت تفتك وتمتك الجنجويد من السودان. فرصه كبيره جدا، لانه لا في اعطاء جديد بتجي له، لا في حاجه جديده بتجي عليه، لانه لا بتجي الحسابات دولار على اساس انه يصرفوا للجنجويد، لا في عمليه بتاعت البنزين بتجي لهم، لا في اسلحه جديده بتجي لهم، لا في عربات جديده بتجي لهم. انت عليك شنو؟ عليك على اساس انه تمتك وتفتك الجنجويد بيع العده بتاعمل القديمه الحس حاليا العندهم في يدهم ده. الليله القوات المسلحه والقوات المشتركه في داخل مدينه البارة استلم مخازن كبيره جدا فيها اسلحه، فيها اعداد، فيها اي انواع من الاسلحه. الليله يتمسكت، والعربات الجديده الليله يتمسكت. نحن دايرين الحاجه دي يمشي قدام، نحن دايرين الكلام ده يمشي قدام، نحن دايرين الحاجه ده ما يتوقف. البل بتاعت الانكوكات ده نحن ما دايرين يتوقف، لانه في ملايين من الناس منتظرين على اساس انه زي ما ناس الخرطوم الان رجعت وناس الجزيره الان رجعت، في ناس الفاشر دايرين يرجعوا، في ناس جنينه دايرين يرجعوا، وفي ناس في داخل المناطق سيطره بتاعت الجنجويد دايرين يتنفسوا من شنو؟ من كنترول الفارض عليهم الدعم السريع، من الاهانه بتاعت الدعم السريع. الناس دي دايرين يتنفسوا بشنو؟ بتحريرك انت للمناطق دي يا قائد الامن للقوات المسلحه. ثبت الكلام ده عندك. نحن والله متكيفين تماما من البل بتاعت الجنجويد. نحن لما نقول بل والفتك والمتك، نحن دايرين البلد ده خالي تماما من الجنجويد، البلد ده دايرينه نظيف تماما، ما دايرين انكوك نهائيا. الكلام ده ثبت عندك. جيش واحد، شعب واحد، مشتركه فوق، مورال فوق، منتصرين باذن الله، بل بس لاخر جنجويدي. تحياتي.